السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحتكم ومسيتكم بنور نبي، وحما بكم على قناتي اللي هي قناتكم مطبخ الإلهام. وصفتي لليوم مختلفة تماما. اللي عنده الوليدات ما كياكلوش الخضر، هذا فرصة باش ديروا لهم هذه الحشوة هذه باش ياكلوها، وكتجي لذيذة وبنينة بزاف، وما كيعرفوش بان كاين فيها الخضر. صدقوني كيجيو لذاذ وبنان بزاف بزاف. نتمنى يعجبوكم ونالوا الاستحسان ديالكم. نبداو بمفتاح الاعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. بسم الله. في واحد المقله غندير هنا واحد الجعده اللي عندي انا محكوكه جوليان، وعندي واحد القرعه كذلك جوليان، وواحد جوج برويات. نتوما ممكن ديروا البصله اللي متوفر عندكم وزويته طبعا مليحه باش يهبط ليا هاد الخضره بسرعه. عندي هنا من بعد ما شحرتها على النار متوسطه غنضيف واحد 80 حتى 100 غرام ديال الشعريه الشينوا اللي انا عندي مرطبه من قبل ومستقطره مزيان. عاد كنضيفها وكنقطعها طبعا. كنضيف ليها دابا التوابل اللي هي على التالي. اللي عنده شي توابل يستعملهم، انا استعملت اللي متوفر عندي. هنا هي البزار، عندي كذلك تومه بودر، كذلك درت لا ماريناد ديال الحوت كان عندي متوفر معلقه. اللي ما عندوش ممكن ما يديرهاش نهائيا. درتها. وعندي هنا واحد كذلك معلقه ديال التحميره، انا عندي فيمي، نتوما ممكن ديروا العاديه ما كاين حتى شي اشكال. وعندي كذلك واحد معلقه ديال التوابل البيضاء. اي محل مشيتو عنده كاين عندهم توابل الفيمي بيضاء وحمراء بالتحميره. درت انا البيضاء. هنا عندي واحد لدان فيمي اللي عندي 100 غرام، وكذلك عندي السوريمي 100 غرام اللي انا قطعته هكا ولا هاشيتو ما كاين حتى شي اشكال. دوزتو انا في الهاشوار حتى طقطق ليا مزيان. كما عاودت لكم عندي 100 غرام لدان فيمي و100 غرام ديال السوريمي اللي انا عندي مطقطق مزيان في الهاشوار. وكنخلط الكل فوق النار حتى كيتشرب داك لدان فيمي وكامل كيندمجوا لي هاد العناصر. عاد كنضيف باقي المقادير. هاد الحشوه كتجي بنينه، شفتوها كتجي مفركه. الا ما درناش الجبن، انا درت الجبن باش كيخلي حتى باش كيتجمع ليا داك الحشوه، ومنها كتعطيني داك الكريمي. انا درت هذا ديال الفرomاج، ممكن ديروا ديال الجبن ما كاين حتى شي اشكال. انا كان عندي هذا درت هذا. نتوما الا ما عندكمش ديروا الفرomاج مثلث، لان اصلا هذا الفرomاج ديال المثلث وهو في السطيله. راه متوفر دابا في جميع المحلات كنلقاوهم. كيجي بنين هاد الحشوه وكتجي لذيذه ومختلفه تماما على اللي حنا متعودين. وفي نفس الوقت كنديروا الخضر باش كياكلوها الوليدات في هذا رمضان. نخلط الكل جيدا. طبعا ضروري نستعمل يدي باش نمزج جميع العناصر، ومن بعد ندوز باش غنعمرهم في الورقه اللي انا عندي. هنا الورقه انا استعملت هنايا ديال البخار، ممكن تستعملوا اللي نتوما متوفره عندكم. انا درتها على شكل فردي. هانتوما كتشوفوا ساهل. كندير جوج طويات على اليمين وجوج طويات على اليسار. هانتوما كتشوفوا ساهل. غير ركزوا فقط، لان البريوه العاديه كنديروا وحده اليمين وحده اليسار. هذه لا، كنديروا جوج اليمين جوج اليسار. طبعا الحشوه كنديرها على قد الشريط اللي عندي. انا عندي فيه 7 سنتيم 6 سنتيم، ما نفوتوهاش باش كيجيو مقادين، ما كيجيوش شي صغارين بزاف ما كيجيوش كبار. هانتوما كتشوفوا كندير جوج اليمين وجوج اليسار. هانتوما كتشوفوا ساهله هاد الطريقه هذه. هانتوما ساهلين بزاف. البنيتات كيقول لك ما عرفناش، لا كندير جوج اليمين وجوج اليسار. وبسهوله كيتكون عندنا هذا المثلث ديال الفردي. بعد كنلصق يا اما بالبيض واما بالدقيق، ما كاين حتى شي اشكال. انا دوزتهم من بعد خليتهم شويه ينشفوا باش كيتماسكوا. وعندي انا استعملت هاد لا شابلور، ممكن تستعملوا اي نوع د لا شابلور ما كاين حتى شي اشكال. وعندي البيض طبعا اللي غنحركو. ضروري ديروا له شويه ديال المليحه باش كيطلق راسو. من بعد كندوز في البيض. وطبعا في لا شابلور استعملوا لا شابلور اللي عندكم. ممكن الا عندكم الخبز يابس ممكن ديروه، دابا في رمضان كيكون متوفر. هنا كندوز في البيض وفي لا شابلور، وكندوز باش نقليهم. الا كنتو غتخبعوهم كنديروهم طبعا في شي صينيه حتى يتجمدوا. عاد كنجمعوهم في شي بلاستيك او علبه ديال المجمد، وكيبقاو ليا مزيانين بزاف وكيجيو لذاذين. هاد الحشوه صدقوني كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. لان من جد تستحق التجربه. منها كندخلوا الخضر ومنها واحد المذاق مختلف على اللي حنا متعودين على البريوات اللي كنستعملوا دائما. من بعد كندوز كنقليهم
وكنقدمهم على هذا الشكل اللي كيجيو بنانين لذاذين بزاف بزاف. صدقوني كتجي، انا ما شاركتش معكم القلي لان كلشي كيعرفوا. هنايا هو ملي قليتهم وجدوا كيجيو رائعين بنانين وكلهم سخونين، كيجيو من اروع ما يكون. نتمنى تجربوهم وتنالوا الاستحسان ديالكم. طبعا الا وصلتوا لهذه المرحله كنقول لكم شكرا على حسن التتبع، وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه باش نزيد نحط لكم وصفات جديده ان شاء الله. غنحاول نحط لكم تحلياتي ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله ودمتم سالمين، والى اللقاء. وما تنسوش تزوروني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والانستغرام والتيك توك كذلك بنفس الاسم كويزين داسبيراسيون او مطبخ الالهام. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.